نفقة العدة في مصر، الأحكام والإجراءات. نفقة العدة في مصر هي حق من حقوق الزوجة المطلقة في مصر، وهي واجبة الأداء من قبل الزوج، وتعد من أهم الحقوق التي تحميها بعد الطلاق، حيث تضمن لها العيش الكريم والقدرة على مواجهة متطلبات الحياة خلال فترة العدة، ولا تسقط عنها سوى في حالات معينة، فهي حق أصيل لها وتستحقه طالما لم تتنازل عنها وكانت الشروط الخاصة باستحقاقها لها متوفرة، وهي ليست بقيمة ثابتة، حيث إن هناك أمور يتم النظر لها من أجل تحديد قيمتها، مثل الدخل الخاص بطليقها وقيمة الأشياء المادية، الأسعار في الوقت الحالي، بحيث يتم تقدير مبلغ جيد يمكنها من شراء ما تحتاج إليه في معيشتها. تعريف نفقة العدة. نفقة العدة هي نفقة تستحقها الزوجة المطلقة خلال فترة العدة، وهي واجبة على الزوج، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. وتهدف نفقة العدة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للزوجة خلال فترة العدة، وهي فترة يمنع فيها الزواج من الزواج مرة أخرى. نفقة العدة في مصر. نفقة العدة تعتبر نفقة زوجية في حقيقتها، وتشمل هذه النفقة الأكل والمسكن واللباس بحكم الزوجة في فترة هذه العدة. وتبدأ هذه الفترة من وقت وقوع الطلاق وليس من وقت العلم به، وتستحق المطلقة هذه النفقة لمدة 60 يوم على أقل تقدير، حيث إنها أقل مدة بالنسبة للعدة، وبما لا يزيد عن عام ميلادي، والذي يعد أقصى مدة بالنسبة للعدة. وإذا كنت ترغبين في رفع دعوى من أجل تمكينك من الحصول على نفقة العدة الخاصة بك من طليقك، وترغبين في توكيل محامي جيد في ذلك، يمكنك لنا التواصل مع مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي، الذي يضم أفضل المحامين المتخصصين في رفع الدعاوى من هذا النوع. شروط نفقة العدة. لكي تستحق الزوجة نفقة العدة يجب توافر الشروط التالية: أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح، إن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه، أن تكون المطلقة غير متسببة في الطلاق بالخلع مثلا، ويقدر مقدار نفقة العدة وفقا لحال الزوج المادية، ويعتبر الدخل الشهر للزوج هو المعيار الأساسي لتقدير نفقة العدة، كما يراعى في تقديرها أيضا المستوى الاجتماعي للزوجين. أنواع نفقة العدة. تقسم نفقة العدة إلى نوعين: نفقة المأكل والملبس، وهي نفقة أساسية تستحقها الزوجة المطلقة خلال فترة العدة، وهي تشمل الطعام والشراب والملبس. نفقة السكن، وهي نفقة غير أساسية تستحقها الزوجة المطلقة خلال فترة العدة، وهي تشمل المسكن الذي تقيم فيه خلال فترة العدة. إجراءات المطالبة بنفقة العدة. تستطيع الزوجة المطلقة المطالبة بنفقة العدة من زوجها بإحدى الطرق التالية: الصلح. يمكن للزوجة المطلقة والزوج أن يتفقا على مقدار نفقة العدة، ويتم كتابه هذا الاتفاق في عقد رسمي. رفع دعوى. إذا لم يتفق الزوج والزوجة على مقدار نفقة العدة، يمكن للزوجة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة بنفقة العدة. أهمية نفقة العدة. تعد نفقة العدة من أهم الحقوق التي تحمى المرأة المطلقة، حيث تضمن لها العيش الكريم والقدرة على مواجهة متطلبات الحياة خلال فترة العدة، كما أنها تعد ضمانا للزوجة المطلقة من ضياع حقوقها المالية بعد الطلاق. وتعد نفقة العدة حقا أساسيا للزوجة المطلقة، ولا يجوز للزوج التنازل عنها أو إسقاطها عنها. في سياق حديثنا عن نفقة العدة في مصر، من المعروف أن الطلاق هو الطريقة التي يستخدمها كل من الزوج والزوجة بسبب عدم رغبتهما في استكمال حياتهما الزوجية سويا. ويتم هذا الطلاق في حالات كثيرة برغبة الزوج فقط، وفي حالات أخرى برغبة الزوجة فقط، وهناك أيضا حالات طلاق أخرى تتم برغبة الزوج والزوجة سويا. ونشير إلى أنه إذا وقع الطلاق بالتراضي فيما بين الزوجين وقبول كليهما به سويا، فإن القانون يعطي الزوجة حينها كل النفقات المستحقة لها، بما في ذلك نفقة المتعة والعدة،
وذلك لأن من أهم شروط حصول الزوجة المطلقة على نفقة المتعة هو أن يتم هذا للطلاق من للزوج فقط. لذا، فإن الزوجة المطلقة في حالة الطلاق بالتراضي تستحق الحصول على جميع حقوقها المالية، بما في ذلك نفقة العدة ونفقة المتعة. وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول حقوق المرأة عند الطلاق، يمكنك الدخول على موقع أعرف قانون لتجد الكثير من المعلومات حول هذا الأمر. كيف تحسب نفقة العدة؟ تعتبر نفقة العدة في مصر واحدة من أنواع المساعدة التي يوفرها القانون للمرأة من أجل الاستمتاع بها، وهذا حتى تساعدها في تحمل الأعباء وتتمكن من الإنفاق خاصة في أول مرحلة لها في الطلاق. ولذا يمكن للمرأة المطالبة بها إذا كانت لا زالت في الفترة المحددة للعدة، أما إذا انتهت وانقضت العدة فإن النفقة حينها تسقط عنها، حيث تعد نفقة العدة هذه حق خاص بالمرأة إذا كان الطلاق رجعيا أو كان بائنا بينونة صغرى فحسب. ويعد هذا الحق بالنسبة للمرأة واحدة من الديون التي يلزم الزوج بدفعها ما دامت الزوجة لم تقم بالتنازل عنه. تقدير نفقة العدة. تقدر نفقة العدة حسب حاله الزوج المادية وحالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته. ويجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار عند تقدير نفقة العدة دخل الزوج ومستوى معيشته وعدد أفراد الأسرة ومكان الإقامة. طريقه حساب نفقة العدة. تحسب نفقة العدة بناء على عدة عوامل، وهي: دخل الزوج. يعتبر الدخل الشهري للزوج هو المعيار الأساسي لتقدير نفقة العدة، بالإضافة إلى المستوى الاجتماعي للزوجين. مستوى المعيشة. يراعى في تقدير نفقة العدة مستوى المعيشة للزوجة قبل الطلاق، وذلك حتى تتمكن من العيش بنفس المستوى خلال فترة العدة. ارتفاع الأسعار. يراعى في تقدير نفقة العدة ارتفاع الأسعار، وذلك حتى تتمكن الزوجة من شراء ما تحتاجه من احتياجات. القيمة الأساسية لنفقة العدة. تقدر نفقة العدة بقيمة 25% من متوسط دخل الزوج الشهري. الزيادة في نفقة العدة. يجوز للزوجة المطالبة بزيادة نفقة العدة إذا طرأ أي تغيير في ظروفها، مثل ارتفاع الأسعار أو تغير مستوى المعيشة. طرق المطالبة بنفقة العدة. تعد نفقة العدة في مصر واحدة من ضمن الحقوق التي يعطيها القانون للمطلقة، لكن توجد بعض الأشياء التي يترتب عليها إسقاط حقها في حصولها عليها، وتتمثل الأسباب المؤدية إلى ذلك فيما يلي. توجد بعض الأسباب التي تؤدى إلى سقوط حق الزوجة المطلقة في الحصول على نفقة العدة، وهي: وفاة أحد الزوجين. تسقط نفقة العدة بوفاة أحد الزوجين، سواء كانت الزوجة أو الزوج. تنازل الزوجة عن المستحقات. تسقط نفقة العدة إذا تنازلت الزوجة عن المستحقات الخاصة بها، سواء كانت نفقة العدة أو نفقة المتعة أو مؤخر الصداق. خروج الزوجة عن مسكن الزوجية. تسقط نفقة العدة إذا خرجت الزوجة عن مسكن الزوجية برغبته وإرادتها خلال مدة العدة، دون وجود سبب يبرر ذلك. نشوز الزوجة. تسقط نفقة العدة إذا ثبت نشوز الزوجة، وهو عدم طاعتها لزوجها في غير معصية الله. فإذا كنت ترغب في توكيل محامي لمساعدتك نتيجة توافر إحدى الحالات السابقة مما ذكرناها،